كلنا اتعودنا نسمع عن أشهر السفاحين في التاريخ رجالة، عشان الأنثى بطبيعتها عاطفية. لكن لكل قاعدة شواذ، وده المرعب معانا النهاردة، إن رمز العاطفة والرقة يبقى هو نفسه مصدر القسوة والدم والشر. بطلتنا النهاردة اتلقبت بمصاص الدماء برشلونة، والموضوع وقتها من كتر قسوته وشراسته عمل ضجة على كل المستويات، سواء داخل برشلونة أو خارجها. إنريكيتا مارتي ممكن يكون مش كتير مننا سمع عنها. هي واحدة ست اتجردت من كل عاطفة ورحمة، اتحولت لمخلوق بشع بيتغذى على بقايا الأطفال وأشلاءهم. ما كانتش مجنونة أو عندها مرض نفسي زي باقي المجرمين أو السفاحين اللي بنسمع عنهم. دي عملت كل ده عشان خاطر الفلوس. في نهاية القرن ال19 دخلت إنريكيتا برشلونة. عاشت في شارع فقير وسط المدينة الكبيرة. ما كانش حد عارف بالظبط هي جات منين، لكن شكلها كان بيقول إنها جاية من قرية فقيرة، زي كتير منها بيروح المدينة عشان يدور على حياة جديدة وفرصة للشغل تساعده بإن هو يطلع من الفقر اللي كان عايش فيه. في البداية دورت كتير على شغل لحد ما لقت فرصة عمل شغالة في بيت من بيوت الأثرياء. لكن بعد فترة صغيرة ما استحملتش الشغل الكتير وسابتهم، وراحت اشتغلت في الدعارة اللي كان مكسبها وقتها كتير بالنسبة للي كانت بتاخده. اتميزت في المجال ده جدا لحد ما وصلت انها بقت من البنات المميزة في الوسط ده ببرشلونة، وبقت معروفة بجمالها. بس اللي كان بيميزها اكتر عن باقي البنات ان كان ليها هدف، لانها كانت ذكية وفهمت من خلال شغلها في الدعارة ان بعض الاغنياء مستعدين لدفع مبالغ كبيرة مقابل انهم يشبعوا نزواتهم الشاذة، وده اللي هي عرفت تقدمه ليهم بجدارة، حتى لو كانت لا اخلاقية او ضد انسانيتها في العموم. واكتر حاجة كانوا بيطلبوها منها انهم عايزين اطفال لاشباع رغباتهم السادية. بدأت إنريكيتا في المرحلة دي إنها تشتغل في توفير الأطفال للأغنياء في مقابل مادي كبير، وما كانش حد عارف وقتها هي كانت بتجيبهم منين ولا كان مصدرها إيه. لكن ده في العموم ما كانش بيفرق معاهم. في النهاية هم بيدفعوا مقابل خدمة هي عرفت توفرها ليهم بذكاء. سنة 1909 هجمت الشرطة شقتها واكتشفت جواها مجموعة كبيرة من الأطفال، ولاد وبنات، كان عمرهم وقتها ما بين 5 لحد 15 سنة. وبالرغم من إنها اتقبض عليها متلبسة، إلا إنها ما اتحكمتش وما عداش وقت كبير وأفرجوا عنها كمان، وده بسبب سلطة ونفوذ عملائها الأغنياء. محدش عارف هي بدأت إمتى بالظبط في قتل الأطفال بعد ما كانت بتتاجر بيهم بس، وإمتى اهتمت بالسحر والوصفات الدموية. لكن الأكيد إن اهتمامها بجمع الفلوس هو الدافع الأساسي لكل ده. زي ما كان معروف في الفترة دي في برشلونة إن دم الأطفال وشحومهم ليهم خواص طبية وسحرية قوية جدا. كانوا السحرة بيحضروا إكسير الحب من دم الأطفال بعد ما يخلطوه بمواد تانية مكتوبة في الكتب السحرية بالتفصيل. ومن الشحم كانوا بيطلعوا زيت يدهنوا بيه الجلد فيعيدوا لشبابه ونضارته. الخرافات دي كانوا بيؤمنوا بيها شريحة كبيرة جدا من الناس وقتها، ومع انهم كانوا عارفين مكونات مستحضرات التجميل دي، الا ان معظم اغنى واجمل نساء برشلونة كانوا بيستعملوها عادي من غير ما يهتموا بمصدر مكوناتها، لان نظرتهم دايما للفقراء انهم ما يستاهلوش يعيشوا. كانت انريكيتا الصبح بتتنكر وبتلبس هدوم متسولة وتروح لأكتر أحياء فقيرة في المدينة عشان تدور على ضحاياها من الأطفال، وبالذات جنب الجمعيات الخيرية والأماكن المقدسة، لأن الأطفال الفقيرة كانت بتتجمع في الأماكن دي عشان ياخدوا ولو حتى حتة عيش ياكلوها. كانت بتقعد تراقب الأطفال اللي بيلعبوا في الشوارع، وبالذات الأطفال اللي بعيدة عن نظر أهاليهم. وطبعا كانت بتختار أطفال الشوارع المشردين أو اليتامى عشان محدش يسأل عنهم بعد ما يختفوا. السن المفضل ليها كان من 3 سنين ل 12 سنة. الأطفال الكبار شوية كانت بتخطفهم بالخدع والحيلة، والأطفال الصغيرة كانت بتاخدهم بالعافية وتروح تحبسهم في شقة من شققها في المدينة. أما بالليل فكانت بتلبس أفخر وأغلى الهدوم عندها، مجوهراتها الكتير طبعا، تروح بعربيتها الفاخرة للأوبرا أو المنتديات الاجتماعية الراقية، ودي الأماكن اللي كانت بتتعرف فيها على طبقة الأغنياء من أعيان المدينة عشان تضمهم على قائمة العملاء بتوعها. وهي هناك كانت بتقعد تتقرب للستات الجميلة اللي كانت منهم عايزة تكسب حب الرجالة ليها، ومنهم اللي كانت عايزة تحافظ على بشرتها ناعمة وجميلة، فكانت بتديهم مستحضرات تجميل وتعويذ سحرية
مصنوعة من دم الأطفال ومن أشلائهم ومن شحومهم. وطبعا في المقابل كان كل زباينها الأغنياء لازم يقدموا لها الفلوس الكتير والحماية. آخر ضحايا إنريكيتا كانت طفلة عندها 5 سنين، خطفتها سنة 1912 بعد ما كانت قاعدة بتلعب قدام بيتها. خدتها ودتها شقتها وحبستها مع طفلة تانية. أبو البنت في الفترة دي قعد يدور عليها كتير جدا في كل أنحاء المدينة ومراكز الشرطة لحد ما يئس. في الوقت ده الطفلة الصغيرة كانت حاسة باللي مستنيها، بالذات بعد ما الطفلة التانية اللي كانت مسجونة معاها حكت لها عن طفل صغير كان بيلعب معاها في الشقة. لحد ما خدته إنريكيتا في يوم من المطبخ، نيمته على ترابيزة كبيرة، دبحته وقطعت جسمه، ملت من جسمه أزايز من الدم، وبعد كده رمت بقية جسمه في حلة كبيرة على النار عشان تطلع منه الشحم المستحضرات التجميلية. وكانوا البنتين عارفين ان هما كمان هيتعمل فيهم كده. بعد 17 يوم بالظبط القدر غير مصير البنتين دول، لما واحدة جارتها لاحظت بالصدفة وجود طفلة بتبص من شباك شقة إنريكيتا في اتجاه الشارع. الجارة دي كانت تعرف كل أطفال المنطقة، واستغربت لما شافت الطفلة دي هناك، وكانت بتشبه عليها طبعا من المواصفات اللي نشرتها الشرطة للطفلة المخطوفة، فبلغت الشرطة بسرعة عن اللي شافته. اتفاجئت إنريكيتا بالشرطة على باب شقتها، وسألوها عن وجود الطفلة الغريبة في بيتها. اتوترت وردت عليهم بتردد، وده زود من شكوك رجال الشرطة اللي زقوها ودخلوا الشقة عشان يلاقوا بنتين خايفين ومستخبين ورا باب أوضة عندها. لما سألوها عليهم قالت إن واحدة فيهم بنتها والتانية لقيتها في الشارع فصعبت عليها وخدتها، لكن نظرات الخوف اللي كانت في عينين البنتين وكمان هدومهم المقطعة خلت الشرطة تقرر تفتيش الشقة. وهنا بدأت تنفجر مفاجآت كتير وحاجات مرعبة رهيبة ما تخيلوش إن هم يشوفوها ولا حتى في أسوأ كوابيسهم. يعني مثلا في المطبخ لقوا كيس كبير فيه هدوم طفل مقطعه وغرقانة بالدم. في أوضة من الأوض لقوا شعر وأجزاء من جلد بشري. لقوا أزايز كتيرة مليانة دم. لقوا أسنان وعظم أطفال كتير، ده غير ريحة الموت اللي كانت طالعة من حيطان وأرضية البيت اللي كانت غرقانة بالدم. وطبعا تم اعتقال إنريكيتا. مع الوقت اتحولت القضية لأشهر القضايا الإجرامية في تاريخ برشلونة وأسبانيا، لدرجة إنها نشرت الخوف والهلع بين الناس، وكل الصحف والجرايد بقت تكتب عنها وسموها مصاصة دماء برشلونة. وبعدها تم تفتيش كل شقق إنريكيتا اللي اتخضوا من اللي لقوه من جثث أطفال وبقايا أشلاء بشرية وهدوم أطفال كتير مليانة دم ومخطوطات سحرية قديمة مكتوبة بلغات ورموز مش مفهومة. لكن أخطر الحاجات اللي لقوها كان دفتر متسجل فيه أسماء وعناوين زباينها الأغنياء. والمصيبة هنا إن الأسماء دي كانت لشخصيات كبيرة ومشهورة، لو كان تم الإعلان عنها وقتها كانت هتبقى فضيحة كبيرة تهز البلد كلها. لكن فجأة الدفتر ده اختفى ومحدش عارف مين اللي خده أو وداه فين. زي برضو اعترافات إنريكيتا نفسها اختفى جزء كبير منها، والفاعل مجهول في الحالتين، لحد ما صحيت برشلونة كلها على خبر إغلاق قضية مصاصة الدماء نهائيا، لأنهم اتفاجئوا بإنريكيتا ميتة في سجنها. ناس تقول انتحرت وناس تقول السجنات قتلوها، لكن في الآخر هتفضل القصة دي علامة من علامات الإجرام البشري، وأصعب حاجة فيها إنها حقيقية وحدثت بالفعل.